بالله عليكي في احساس اجمل من كده؟ لا مفيش. شمندوره انت اقفلي ايدك كويس يا منى. اهو. يا روح انت عطشانه يا شمندر؟ يا روح قلبي يا روح قلبي. يا حبيبه قلبي. بما انها اول خروجه تخرجيها بعد ما كنتي في المستشفى، الحمد لله. هعرفك على اجمل كلبه بحبها. ماشي. بس انا عايزك تعملي معاها تحدي. اوكي. يعني انا بنادي عليها دايما بصوتي، فهي عارفه اسمها بصوتي. طيب. انا عايزك تنادي عليها وانا بعيد اشوفها هتعرف اسمها ولا لا. لا اتفقنا. اهي. بصي عرفتنا ازاي؟ كنت بخطط عشان اشتغلك. ازيك يا شمندوره؟ لسه كنت والله العظيم لسه كنت بخطط عشان اشتغل. تعالي يا شمندوره انت بتحبي ميلك؟ انت بتحبي ميلك ليكتي؟ انسي. طب بصي ما ينفعش، عشان بصي انا طالع اخرجها بعد ما طلعت من المستشفى. طيب تعالي. ما ينفعش. انا والله العظيم اقسم بالله ما مرتبها. انا ما اعرفش عرفت ازاي ان انا هنا. هي طلعت من حيث لا تدري. مش عارف، انا بدور عليها عشان شمندوره انت بوتا روح مامي. ايه رايك في الخروجه دي؟ احلى خروجه. احلى خروجه في العالم. في اماكن احسن من دي نخرج فيها؟ ما اعتقدش. لا. طيب بعد ما ناكل المجموعه دي هنروح ناكل مجموعه تانية. استبينا. اتفقنا. انا عارف ان وحشك الموضوع ده. اه. احكي لي قصه الكلبه اللي كانت معاكي في المستشفى. انهي واحده فيهم؟ ده سم ده يا انسه؟ سم؟ ايه رايك في المفاجاه الجميله لا ما دي؟ تهزرش. اقسم بالله مش مصدق. والله ما مصدق. انت بتحط لهم ايه يا انسه؟ دراي فود على شويه. حضرتك مين وبأي صفة بتأكلي صحابي؟ ممكن أفهم؟ منا اللي ما يعرفش منا صوت من أصوات كتير بتدافع عن الغلابة اللي انتوا شفتوهم في بداية الفيديو. صوت منا وهي بتدافع عن الغلابة دول ما كانش صوت عادي، كان صوت قوي. منا قبل ما تتعب كانت بتشتغل مذيعة، وأول موضوع لحلقاتها كان عن الرفق بالحيوان. للأسف الشديد منا اتصابت بمرض نادر خلاها قاعدة على كرسي 4 شهور، خلاها مش حاسة برجليها، خلاها شبه مشلولة، وده قضاء وقدر من ربنا سبحانه وتعالى، وهي كانت راضية بيه. وعشان خاطر هي كانت راضية بيه وكانت دايما بتقول الحمد لله، ربنا وقف جنبها، ربنا شفاها وعافاها. منا من الناس اللي اعرفهم على المستوى الشخصي، واللي اعرفه عنها انها بتساعد الانسان والحيوان، بتساعد كل ما من هو محتاج حواليها، وده اكيد وبفضل ربنا عليها كان سبب في ان ربنا يقومها بالسلامة. منا بعدت عن شغلها وبعدت عن السوشيال ميديا 4 شهور بسبب ظروفها المرضية، واول ما رجعت للسوشيال ميديا مرجعتش تتكلم عن الحيوان، اتكلمت عن اللي بيحصل في اخواتنا اليومين دول. وللاسف الشديد اتقفل حسابها على تيك توك. صفحتها على المنصة دي كانت عبارة عن رفق بالحيوان، عبارة عن محتوى كامل متكامل عن الرفق بالحيوان. حساب منا القديم كان عليه حالات انقاذ كتير وقصص كتير ناس كتير منكم عارفينها. سبب حبها الشديد للمنصة دي ان كان صوتها وصوت الغلابة دول كان بيوصل لاكبر عدد من الناس. المرض اللي اتصابت بيه منا كان نادر جدا، وتعبت كتير جدا مع الدكاترة عبات ما شخصوها صح، والحمد لله بسبب اعمالها خفت من المرض وقامت بالسلامة. الحمد لله بعد ما خرجت من المستشفى وبدأت تعتمد على نفسها، أول حاجة عملتها بدأت تطلع تأكل الكلاب اللي حواليها. الفترة اللي قضتها منا في المستشفى كانت 4 شهور. اتصاحبت على كام كلب حوالين المستشفى، دول اللي كانوا بيزوروها كل يوم، دول اللي كانوا بييجوا قدام باب المستشفى كل يوم عشان يشوفوا منا، عشان يطمنوا عليها، لمجرد بس إنها أكلتهم لمرة واحدة. منا واحدة من ناس كتير جدا عندها رحمة للإنسان وللحيوان. تابعوها على حسابها الجديد. بالله عليكي في احساس اجمل من كده؟ لا مفيش.